ده سامي. هو حاسس دايما ان هو تايه في حياته خالص ومش عارف يطور من نفسه، ولا عارف حتى يبدأ منين. مش عارف يبدأ منين حتى، ولا عارف يحدد هدف. في أحد الأيام سامي قابل صاحبه يوسف. يوسف، انا مش عارف اذاكر مش عارف ابدا منين. انا مش لاقي حاجه. شكلي كده مش هنجح. مش عارف ابدا منين. ملاحظ فعلا ان انت اصلا مش عارف تحدد اي حاجة، وملاحظ من زمان انك تحدد اهدافك الصغيرة واحدة 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 واحدة، وتحاول تحققها يوميا. فاهمني؟ طب يا يوسف، انا بعمل كده. اعملها ازاي؟ انا مش فاهم انا. ايه ده؟ دايما كل يوم 10 دقايق 10 دقايق، ابدا بحاجات صغيره. كل 10 دقايق حاجه صغيره، وعلى طول خد بريك لنفسك 5 دقايق. ودايما حاول مع نفسك. كل حاجه هتوصل لها يا سامي، صدقني. حاضر يا يوسف، هحاول. وأخيرا قرر سامي إن هو يبدأ بإنه يقرأ 10 دقايق كل يوم. مع مرور الوقت بدأ هو يحس بالتحسن، وبدأ يكتر من إنه يحدد أهدافه، ويكتر من مذاكرته كل 10 دقايق في اليوم. ولقى إن هو يقدر يحقق أحلام كتير بخطوات صغيرة بدعم يوسف صاحبه، اللي هو اتعلم ازاي يطور ويعمل كل حاجة باستمرارية ويقعد يكررها كتير. وحتى لو بخطوات بسيطة، ما كانتش يعني بخطوات صعبة دي، تقرا في 10 دقايق وبس. خطوات ما اظنش ان هي كانت فيها صعب. فعلا كان يوسف عنده حق. انا اتحسنت، بقيت بعرف اذاكر. حاسس ان انا هتحسن في يوم ما وهنجح ان شاء الله. اخيرا عرفت اطور من نفسي. انا هبقى حاجه في المجتمع ان شاء الله. يا رب. وطبعا هقول لك ازاي تحدد اهدافك، وتحدد ازاي تعملها من الاساس. فاهم يا صاحبي؟ انك لازم اول حاجة انك تحدد هدفك. انك تعرف تطور اي حاجه في حياتك، زي شغلك، مدرستك، مذاكرتك. ازاي تعمل كل الحاجات دي وتحددها وازاي تطورها. نصيحة يعني مني، ابدأ واحدة واحدة. يعني ابدأ بشيء واحد وبعدين واحد، عشان ما تشتتش نفسك. ببساطة في البداية، يعني ازاي تحدد، انك توضح اهمية انك تحدد الحاجات الصغيرة دي وتستغلها على اكمل وجه. وحاول تكمل فيها باستمرار باستمرار باستمرار، مش تقعد تبدل من دي ودي عشان ما يحصلكش تشتت او يحصل تغيير كبير فجأة. يعني في حال لو عايز تقرا، يعني مثلا تقرا 5 دقايق في اليوم مثلا. يعني لو انت مش عارف تطور من نفسك، ابدأ ب5 دقايق. خطوة رقم 3 هي الالتزام والتجربة. انك تجرب حاجات جديدة، يعني انت بقالك كتير ما عملتهاش، او تجرب تكتب كتير، تكتب حاجات كتير يعني مثلا، او تتابع كورسات اونلاين. واهم حاجة يا صاحبي انك ما تستسلمش. الاستسلام دي نقطة ضعفك. يعني لازم ما تستسلمش وتكمل وتستمر عشان توصل للهدف بتاعك. ولازم تصبر كتير وتستمر وما تستسلمش. اوعى تنسى كلامي، وصدقني هتستفاد مني. في النهاية يا صاحبي، أتمنى يعني تكون جربت الحاجات دي، وجربت. أنا حابب أحاول أشجعكم يعني تعمل الحاجات دي، وتقولوا لي في الكومنتات. وحاولوا حتى لو تطبقوا واحدة بس من اللي قلتهم، قولوا لي في الكومنتات ايه أول حاجة انتوا بالنسبة لكم، انت أول حاجة هتطوروها يعني. فده يا صاحبي كان فيديو النهاردة. أتمنى يكون عجبك وتكون استفدت مني النهاردة، وحاول تجرب الحاجات دي وتقول لي في الكومنتات، وأنا هرد عليك بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.